قالوا عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود. الحديث صحيح. نعم، فيه فضل ليس لقارئ القرآن فقط، وإنما لمن؟ لأبويه. انظر، هذا قارئ القرآن وحافظ القرآن والعامل بما جاء في القرآن. قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه. انظر، لا يقتصر الفضل عليه ولا يقتصر الثواب عليه. انظر، تعدى الثواب وتعدى الأجر والفضل إلى أبويه. قال: ألبس والداه تاجا يوم القيامة. ولعل ذلك لأجل أنهما ربما كان السبب في حفظه للقرآن، السبب في حفظه للقرآن. فهذا فيه تنبيه للآباء والأمهات على أن يحرصوا على أن يحفظ أبنائهم القرآن. يحرص الأب وتحرص الأم، وإن لم يكن الأب أو الأم من حفاظ القرآن فيحرصون على أقل تقدير أن يكون الولد حافظا للقرآن، ولو كان بعد ذلك يكون دكتور، يكون مهندس، يكون تاجر، يكون عسكري، يكون طيار، يكون كذا من أمور الدنيا. نعم، لا تعارض ولا تنافي بين هذا وهذا. يحفظه القرآن من صغره، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الابن ما هي ميوله. هل ميوله إلى العلم الشرعي فيشجعه، أم ميوله إلى الطب فيشجعه، أو ميوله إلى الهندسة، أو ميوله إلى العسكرة، نعم، أو ميوله إلى حرفة من الحرف يشجعه. لكن انظر، احرص على أن يحفظ ولدك سواء كان من الذكور أو من الإناث على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فانظر لهذا الفضل: ألبس والداه تاجا يوم القيامة. شرف، فخر. هذا تجده في الدنيا. يفتخر ويحس الأب أو الأم بفرحة لا نظير لها عندما يرى من ولده أنه قد حفظ القرآن. فما بالك يوم القيامة تلبس هذا التاج فتزداد فخرا وشرفا ورفعة. فاحرص أيها الأب أيتها الأم على أن يحفظ أولادك القرآن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حفظ القرآن كاملا ما شاء الله، حفظ نصفا ما شاء الله، حفظ حتى 5 أجزاء. نعم، ولا أن يحفظ شيئا يسيرا من القرآن. المهم أن تساعده، لأن الناس قدرات، الناس قدرات، منهم من هو نابغة، ومنهم من هو دون ذلك، منهم من هو ذكي شديد الذكاء، منهم من هو أقل من ذلك. فأنت انظر إلى ولدك الرفاس مش مليح، قد يكون ابنك ما عنده قدرة على أن يحفظ جميع القرآن، أنت ضاغط عليه، خلاص هو سيحفظ 10 أجزاء، هذه طاقته. الحمد لله، هذا رزق الله عز وجل. هذه أرزاق، هذه أرزاق، الفهوم، الذكاء، الفطنة، هذه أرزاق من الله عز وجل. مثل الرزق، مثل المال، هذا يعطي مالا كثيرا وهذا يعطى مالا قليلا، وهكذا الأفهام والذكاء. فأنت انظر إلى ولدك، نعم، ولا يكلف الله نفسا